السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. أهلا بحضراتكم، شرفتوني نورتوني. النهاردة إن شاء الله حلقتنا هتكون مكملة للحلقات اللي فاتت، وهو عن الاستغفار. بصوا يا جماعة، في حاجات كده في حياتنا بتعدي علينا مرور الكرام، زي مثلا الفيديو اللي فات او اللي قبله سمعناه، وفي ناس اقتضت بيه، وفي ناس قلبها اتحرك، وفي ناس للاسف مجرد سمعوا بس. وسبحان الله، الاستغفار ده هو مفتاح اللي هيغير كل حاجة في دنيتنا واخرتنا. عارفين كده لما بنبقى حاسين كده ان احنا تايهين ومش فاهمين، احنا في دايره كده مش بتنتهي. يا ترى انا ليه رزقي ليه متاخر؟ يا ترى ليه الدعوات اللي انا بقولها بقالي سنين ما اتحققتش لحد دلوقتي؟ يا ترى ليه انا دايما حاسس ان في ذنب تقيل على صدري ومش قادره اقوم منه؟ النهارده بقى انا مش جايه اقول لك وصفه سحريه، انا جايه اقول لك طريق ربنا سبحانه وتعالى قال لك عليه، والنبي علمنا نمشي برضو عليه، وهو الاستغفار. والله الاستغفار الكلمة دي يا جماعة بنقولها كتير جدا واحنا مش مركزين. يا ترى جربت في يوم تقولها من قلبك كده؟ يا ترى جربت تقولها وانت حاسس كده ان انت مكسور؟ جربت تقولها وانت بينك وبين ربنا بس، مفيش غيره سبحانه وتعالى سمعك؟ بص، ربنا سبحانه وتعالى في سورة نوح قال: بسم الله الرحمن الرحيم، فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا. يعني إيه الكلام ده؟ يعني لو أنت عندك هم، لو عندك تأخر في الرزق، لو عندك نفسك في أولاد، لو نفسك في جنة، هو الطريق الاستغفار. بس مش أي استغفار وخلاص. النهاردة أنا هقولك على أقوى صيغة للاستغفار اللي النبي صلوا عليه سيدك وحبيبك قال لنا عليها، وسماها سيد الاستغفار. سماها كده ليه؟ علشان دي مش مجرد كلمات، لا، دي صيغة جامعة ما بين التوحيد والذل والرجاء والاعتراف بنعمة ربنا سبحانه وتعالى، والاعتراف كمان بالتقصير اللي احنا بنقصره في حق ربنا. الصيغة دي بتقول: اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت، خلقتني وأنا عبدك، وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت، أعوذ بك من شر ما صنعت، أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي إنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. النبي صلوا عليه قال: من قالها من النهار موقنا بها فمات من يومه قبل أن يمسي فهو من أهل الجنة، واللي يقولها برضو بالليل وهو موقن بيها ومات قبل أن يصبح فهو برضو من أهل الجنة. عارف يعني إيه؟ يعني ممكن تبقى بتقول الصيغة دي وما تلحقش تكمل حتى يومك، وسبحان الله ربنا يدخلك الجنة برحمته سبحانه وتعالى. بس مش علشان انت صالح قوي يعني، لا، عشان انت لجأت لربك بقلب صادق وقابلت ربك بيه. طيب هل الاستغفار ده بس علشان الذنوب؟ لا لا، ده الموضوع اكبر من كده بكتير. في ناس يا جماعة بتستغفر علشان الرزق، في ناس بتستغفر عشان الاولاد، في ناس بتستغفر من اجل الجنة. في ست في مرة كانت بتقول: أنا بستغفر ربنا سبحانه وتعالى كل يوم 1000 مرة. الست دي بسيطة جدا، جوزها كان مريض وهي كانت شايلة البيت لوحدها، الله يكون في عونها، بتشتغل وتنظف وتربي أولادها. كانت تقول: أنا ماليش حد غير ربنا سبحانه وتعالى. طول اليوم بتستغفر، تقول: استغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم، وتقول برضو سيد الاستغفار. بتقول: أنا كنت بقولها وأنا بطبخ وأنا بغسل وأنا ماشية في الشارع. بتقول: والله العظيم مفيش شهور بسيطة من بعد ما بقيت أقولها بقلبي إلا وجوزها خف وجاله شغل وعيالها نفسيتهم اتحسنت. هو سحر؟ لا والله، ده ربنا وعد وقال: وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون. ربنا اللي بيقول كده. السر يا جماعة مش في عدد المرات، السر في القلب وهو بيقولها. في حد ممكن يقولها مرة كده واحدة بس دموعه كانت نازلة، قلبه كان خاشع، وفي حد يقولها 1000 مرة ولسانه بس هو اللي بيتكلم. انا دايما بقول خليك صادق مع ربنا، حتى لو مرة واحدة في اليوم، مرة واحدة بس. قول له: يا رب انا غلطت، قول له: يا رب انا ضعيف سامحني. قولها كده بصيغة سيد الاستغفار وانت بتفتكر ذنوبك. افتكر المرات اللي سبت فيها الصلاة، افتكر اللحظات اللي سمعت فيها حاجة والعياذ بالله حرام، افتكر لما ظلمت حد، لما جرحت امك بكلمة، لما اتأخرت في طاعة. قولها وانت حاسس قد ايه انت محتاج لربنا انه يمسح على قلبك. قولها وانت واثق ان ربنا عمره ما هيخذلك حتى لو البشر كلهم خذلوك. هقول لك على حاجه، تعالى نعمل كده روتين يومي بسيط سهل ومش هياخد مننا اي وقت. قبل الفجر كده بنص ساعه نحاول ان احنا نقوم كده ونصلي ركعتين، بعدهم نقول سيد الاستغفار 11 مره. بعد صلاه الفجر مباشره وانت لسه على السجاده قول: استغفر الله العظيم الذي لا اله الا هو الحي القيوم واتوب اليه 100 مره. طول اليوم بقى وانت سايق، وانت واقفه في المطبخ، وانت بتمشي، لسانك دايما
دايما يقول استغفر الله استغفر الله استغفر الله. قبل ما تنام اسجد سجدة طويلة كده وقول له يا رب اغفر لي، وقول سيد الاستغفار مرة واحدة بس من قلبك في اليوم. الاستغفار يا جماعة مش بس كلام، ده امان وطمأنينة ورزق، بركة والله، غفران من ربنا، قبول. ده طريقك لكل حلم انت نفسك فيه. بس لو هتستغفر وانت ماشي في طريق والعياذ بالله حرام، وقلبك متعلق بمعصية وبتقولها كأنك بتخلص كده واجب او روتين، يبقى راجع نفسك. ربنا سبحانه وتعالى عايز قلبك مش لسانك. افتكر دايما ان النبي عليه الصلاة والسلام وهو كان مغفور له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، كان بيستغفر ربنا اكتر من 70 مرة في اليوم. طب احنا فين من ده كله؟ الشيطان بيضحك علينا يا جماعة، بيضحك علينا لما يقول لنا ما انت لسه راجع من ذنب، انت كنت لسه عامل معصية، شوف نفسك. وبعد كده تقول استغفر الله. ايوه، اقول له انا هرجع وهرجع وهرجع لحد ما ربنا ياخد بايدي. مفيش عبد يلجأ لربنا سبحانه وتعالى بصدق وربنا يرجعه مكسور ابدا، ولا عبد يقول يا رب باخلاص وربنا يسيبه. ربنا بيفرح جدا لما بترجع له، حتى لو انت نفسك مش طايق نفسك، حتى لو كل اللي حواليك بيقولوا انك مش هيتصلح حالك، حتى لو كل مرة تقع وتقوم. اهم حاجة ان انت ما تقفش عن الاستغفار واللجوء لله عز وجل. خلي لسانك دايما يقول سيد الاستغفار، وقولها وانت حاسس ان انت فعلا محتاج ربنا سبحانه وتعالى. ربنا يا جماعة اكتر من اي حاجة تانية احنا لازم نلجأ لها. في الختام يا جماعة نفسي أختم معاكم بدعاء، قولوه معايا وأمنوا عليه وخلوا قلبكم حاضر. اللهم إني أسألك من فضلك العظيم ومن رحمتك الواسعة ومن حلمك الجميل، اللهم اغفر لنا ذنوبنا كلها، دقها وجلها، سرها وعلانيتها. اللهم اجعل الاستغفار عادة على ألسنتنا يا رب، نور قلوبنا ونور طريقنا يا رب، حقق لنا أمنياتنا اللي محدش غيرك عارفها يا رب، اشرح صدورنا واغفر لنا تقصيرنا يا رب، تولنا في من توليت وجعلنا من أهل الاستغفار، ووفقنا يا رب لترك المعاصي ورزقنا القرب منك يا كريم. يا رب صلي على سيدنا النبي محمد عدد من لم يصلي عليه. اللهم اغفر لي ولوالدي والمؤمنين والمسلمين يوم يقوم الحساب. شكرا جدا على حسن استماعكم، ما تنسوش تصلوا على حبيبكم النبي. وفي اخر الفيديو لو انت لسه ما دوستش لايك واشتراك يا ريت تدوس علشان يعم الخير وزيادة الاجر ان شاء الله. شكرا جدا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.